الفرس وسيطرتهم على التمور العراقية قبل 1000 سنة. يذكر ابن الأثير بأنه حين دخلت الجيوش الإسلامية إلى العراق وبدأت المعارك مع الجيوش الفارسية، أرسل الخليفة عمر بن الخطاب القائد المسلم المعروف أبو عبيدة الثقفي، واللي هو والد المختار الثقفي. أبو عبيدة الثقفي خاض عدة معارك بالعراق، من ضمن هذه المعارك هي معركة السقاطية، حاليا تقع قرب واسط تقريبا، وانتصر أبو عبيدة انتصار ساحق على الفرس. وتعرفون بعد انتصار أبو عبيدة الثقفي حصل على الكثير من الغنائم، وهنا كانت الصدمة، لأن أبو عبيدة الثقفي وجد داخل خزائن قادة كسرى أحد أصناف التمور العراقية. طيب، هو تمر شو يسوي داخل خزائن كسرى؟ لأن هذا الصنف كان لا يأكله إلا كسرى ملك الفرس وقادته، ولا يزرع إلا في المزارع الخاصة بملك الفرس كسرى. يعني كان هذا الصنف محتكر على العائلة المالكة للدولة الفارسية. وهذا الصنف هو نواة ظهرت في أحد بساتين قادة ملك الفرس، وكان يسمى هذا القائد نرسي أو نيرسي، وهذا القائد ابن خالة ملك الفرس. فاحتكر هذا الصنف واستمر احتكاره بحدود 1500 سنة. فأبو عبيدة الثقفي أرسل كمية من هذه التمور إلى الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة، ومعها رسالة كتب في هذه الرسالة بأننا الآن بفضل الله أصبحنا نأكل طعام كسرى.